تعالى مش عارف تنزل وزنك، شوف الفيديو ده. بحب مثلا اقول السيتويشن اللي انا بقع فيها عشان الناس تتعلم منها. فانا مثلا جيت عملت لواحد انبادي، بقول له ده انت مثلا ايه عشان الوزن بتاعك يتظبط وكده. هو بيتكلم ان هو عايز اخسر من الدهون، العضلات كويسه جدا بس عايز اخسر من الدهون. فانا لسه بتكلم معاه بقول له اصل الاكل محتاجين نظبط وبتاع. حاسس مع طبيعه حياتي مع طبيعه شغلي صعب. خلاص مفيش مشكله، صعب خلاص. صعب برضو كمان ان انت تنزل من دون. اصل هتعمل ايه؟ ما مش فاهم يعني. انت عايز تعويذه مثلا فتنزل الوزن بتاعك؟ اللي انا عايز اقوله ان انت وانت بتيجي تحط الهدف بتاعك، ما ينفعش الهدف بتاعك يبقى قد كده وامكانياتك قد كده. لازم امكانياتك تكون مواكبه للهدف بتاعك. سهل ان انت تحقق هدف قد كده بس محتاج تبذل مجهود قد كده، وده يعني ده مش صعب لو انت خططت له كويس وحطيت له ديدلاين. مثلا ميعاد انا عايز اوصل له بعد 3 شهور مثلا، وكل اسبوع بتتابع بتشوف انت تقدم ولا زي ما انت واشتغلت على نفسك صح. صدقني هتحققه بسهوله. صعب ان انت تحط هدف كبير وانت الايفورت بتاعك او المجهود اللي انت بتبذله مش قد الهدف ده. اخر واهم حاجه، شكل جسمك دلوقتي انعكاس للافكار بتاعتك اللي بتدور في مخك. لو محتاج ان شكل جسمك يتغير في الفتره دي، محتاج ان انت تتبنى افكار جديده او تغير الافكار القديمه اللي عندك اللي ما بقتش تخدمك ان انت توصل للي انت عايزه.